اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده ايفرتون دا سيلفا، الجناح البرازيلي المرعب المرشح بقوه للانضمام للنادي الاهلي في يناير المقبل للمشاركه مع الفريق في كاس العالم للانديه. وانا دلوقتي عرفت واتاكدت ليه مارسيل كولر تمسك بالتعاقد مع هذه الموهبه الفذه، مش علشان متعدد المراكز وبيجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم فقط، لا علشان جناح سوبر زي ما بيقول الكتاب، مهاري وسريع وبيتمتع بامكانيات كبيره جدا. وزي ما انتم شايفين في الفيديو امام حضراتكم ازاي الجناح البرازيلي ايفرتون دا سيلفا بيراوغ ويسدد بقدمه اليمنى، والارض عنده ما شاء الله يخليك مستمتع وانت بتتفرج عليه. بيسجل من كل حته، مش مجرد جناح بيصنع اهداف لزملائه فقط، لا كمان بيسجل بقدمه اليمنى من داخل وخارج منطقه الجزاء، بالاضافه انه بيسجل بالراس. الميس باص عنده عالي جدا، بيجيد لعب الكره الجماعيه وكذلك بيجيد لعب الكره الفرديه، شغال فرديه وجماعيه. هكلمك بكل تاكيد عن ارقامه. عايز اقول لك ان الصفقه دي لو تمت حرفيا النادي الاهلي هيصبح منافس شرس على بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه لو ما كنتش ببالغ مع حضراتكم. ده طبعا بخلاف الصفقات القويه اللي هيبرمها النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه القادمه. لاعب ما شاء الله بيتطور من سنه لاخرى. قيمته التسويقيه على الترانسفير ماركت في الموسم الماضي كانت لا تتعدى $1,200,000 فقط، ولكن في الموسم الحالي بعد تطور مستواه بشكل كبير جدا مع نادي بنك استرافا التشيكي زادت قيمته التسويقيه للضعف تقريبا. قيمته التسويقيه حاليا على الترانسفير ماركت $2,300,000. ده يثبت لك ان اللاعب بيتطور من موسم لاخر. ويعتبر ايفرتون دا سيلفا من مواليد 1996 وعمره حاليا 28 عام، ومارسيل كولر معجب بيه بشكل كبير جدا. شارك مع فريق بانك في الموسم الحالي حتى الان في 20 مباراه، قدر يسجل 12 هدف ويصنع 6 اهداف اخرين، يعني ساهم ب 18 هدف في خلال 20 مباراه. رقم كبير جدا، مش اي اهداف، كلها اهداف عالميه من لمسات المواهب البرازيليه. فعلا برازيلي. عايزك تركز كده في الفينش بتاعه، ازاي بيقدر يسجل اهداف من ربع فرصه، وبيسجل ركلات الجزاء بشكل مميز وسريع جدا، وبيحب يتوغل في العمق ويكلفت اي مدافع يقابله. بيحب يسجل الاهداف بشكل ار2 عالمي زي ما انتم شايفين في الفيديو امام حضراتكم. خاض في الموسم الماضي مع احد الانديه في الدوري التشيكي 30 مباراه. الفريق بانك التشيكي قدر يساهم في 20 هدف، سجل 14 هدف وصنع 6 اهداف اخرين. بيسجل اكتر ما بيصنع اهداف، ودي حاجه مش وحشه. جناح طائر زي ما بيقول الكتاب، وده المطلوب بالفعل في النادي الاهلي. وطوال مسيرته الكرويه في الملاعب خاض ايفرتون دا سيلفا 240 مباراه، تمكن من تسجيل 67 هدف وصنع 22 اخرين، ولعب لاربع انديه مختلفه في الدوري التشيكي خلاف تجربته في الدوري البرازيلي. علشان كده عايزك كمشجع للنادي الاهلي تتخيل معايا كده هذه الموهبه اللي بتتميز بالسرعه والمهاره والحسم على المرمى. النادي الاهلي اصبح بيمتلكها بشكل رسمي. حرفيا النادي الاهلي هيصبح بيمتلك فريق مرعب، باختصار هتصبح بتمتلك لاعب بجوده مختلفه عن اللي موجودين في النادي الاهلي وفي القاره الافريقيه باكملها. عليه ار2 اجمل من لوحه الموناليزا، هو الاقرب حاليا للانضمام للنادي الاهلي في الانتقالات الشتويه القادمه، القطعه الناقصه اللي محتاجها النادي الاهلي، خصوصا بعد تراجع مستوى بيرسيتاو بشكل كبير جدا، بالاضافه لكبر سن حسين الشحات، وبالتالي النادي الاهلي اصبح مجبر انه يامن هذا المركز بشكل كبير جدا. في نهايه المطاف هستناك تقول لي كمشجع للنادي الاهلي رايك في هذه القطعه وهذه الجوهره البرازيليه. انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. الاهلي يصنع تاريخ، يكتب الحدوته. فريق يعني الان يتجاوز ان يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيره، لا هذا فريق اسطوري.